السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ماسة الطبخ. إلا كانت أول مرة كتزوروا القناة ما تنسوش تضغطوا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وصفة اليوم هي تحلية بالموز والكراميل أو بمذاق الموز والكراميل اللي غادي نحتاجوا فيها لتر كامل من الحليب، 4 ملاعق كبيرة من النشا، 4 ملاعق كبيرة من السكر، وعلبتان من الياغورت بنكهة البنان أو الموز. بالنسبة هنايا اللي ما كيبغيش نكهة الموز ممكن يعوضها بنكهة الفاني. على بركة الله. غادي نبداو. اول حاجه غنوضع الحليب في واحد الكاسرول وغادي نضيف ليه 4 المعالق كبارين ديال السكر. بالنسبه هنايا انا استعملت اول حاجه كراميل، يعني كراميل عادي. لذلك غادي نوضع فقط 4 ملاعق كبيره من السكر. غادي نضيف لهم 4 ملاعق كبيره من النشا او المايزينا، نشا الذره. وغادي نحاول نخلط الخليط وغادي نوضعوه على نار حتى يتقال الخليط. بالنسبه هنايا الياغورت فما غاديش نضيفوه في الاول. هذه المرحله الاولى. بالنسبه للمرحله الثانيه هي اللي غنوضع فيها الياغورت. غادي نخلط الخليط وغادي نوضعو على نار اللي تكون متوسطه مع التحريك المستمر حتى يولي عندي خليط كريمي. هنا بالنسبه للكراميل هزيتو وضعت شويه في الكؤوس اللي غادي نقدم فيها التحليه، وغادي نوضع شويه بلاتي في نفس الخليط اللي درت او الكريمه اللي وجدت. اول حاجه غادي نضيف الياغورت ديال الموز على الخليط. هنا بالنسبه للكراميل فانا استعملت كراميل انني خديت كاس ديال الماء، كاس ديال السكر عفوا، وضعته في واحد المقلاة اولا في واحد الكاسرول وضعته على نار مهيله بزاف بزاف حتى داب تماما، وضفت ليه نصف كاس ديال الماء وخليته يتبخ معاه حتى داب داك الكراميل كامل وما بقاش محجر، بلا ما نحرك لا بملعقه خشبيه ولا ملعقه، اي ملعقه اولا مضرب، ما حركت بحتى شي حاجه، فقط بيد ديال المقلاة او بيد ديال الكاسرول. غادي نخلط، غادي نضيف هذا الياغورت على الخليط وغادي نخلط مزيان حتى يندمج. بحال هكا. هاد التحليه كتجيب بمذاق الياغورت، يعني بنفس نكهه الياغورت، كيجي بحال لي ياغورت بكميه كبيره وبلا ما يبات 24 ساعه، كيجي عاقد وزوين. ضروري كيجي عاقد على حسب نوعيه ديال الياغورت اللي استعملته، واش عاقد او لا كريمي. غادي نخلط مزيان و غادي نضيف كذلك شويه ديال الكراميل لهذا الخليط. لذلك انا استعملت 4 المعالق ديال السكر في الاول فقط في المرحله الاولى. اللي ما كيبغيش النكهه ديال الكراميل مجهده فممكن يدير 4 المعالق ونص او لا 5 في الاول وما كيضيفش في هذه المرحله الكراميل. صافي غادي نخلط مزيان وغادي نصب الخليط في الكؤوس اللي غادي نقدمها بحال هكا. انا عمرتهم هنا مزيان لان ما بغيتش نكثر في التزيين، فقط غادي نوضع تزيين عادي. هذا هو الشكل ديالهم، شكل قبل ما يدخلوا للثلاجه او لا يتماسكوا، كيكون داك الكراميل كيبقى لتحت هكاك وكيعطي واحد المنظر اللي هو راقي. الكؤوس صافي غنوضع هاد الكؤوس هذه في الثلاجه وغنخلي حتى يتماسكوا مزيان. هنايا من بعد ما تماسكوا زينتهم بحبات من الموز وكذلك الكراميل اللي استعملته في الاول، تزيين خفيف وفي متناول الجميع. نتمنى تجربوا هذه التحليه هذه وتنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك وبتعليقكم وانتقاداتكم كذلك. الا كانت اول مره كتزوروا القناه ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء ان شاء الله في وصفات اخرى. الى الملتقى والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.